السبب الحقيقي اللي خلّاني أبدأ شغل في التسويق هو إن أنا جرّبت أفتح مشاريع كتير وكل مرّة كنت باقع في غلطة معيّنة، كنت حابب أتعلّم إزاي أوسّع من شغلي وإزاي أبيع أكتر وإزاي أحل المشاكل اللي أنا كنت باقع فيها دي، وبعد شوية تفكير قُلت طب ما أروح أدوّر على كتاب بيتكلّم عن التسويق أو المبيعات وممكن ألاقي فيه حل للمشكلة بتاعتي، وبصراحة أنا ما كدّبتش خبر وأنا راجع من الكلية بعد امتحان عدّيت على مكتبة واشتريت كتاب بيتكلّم عن التسويق وكان لفيليب كوتلر. مش هاقول لك اسم الكتاب عشان هو outdated فمش هتستفاد منّه حاجة، خدت الكتاب بعد ما اشتريته وروّحت البيت وقعدت فتحته وقرأت فيه حوالي 50 صفحة، لقيت التسويق ده بحر كبير أوي وعلم وفيه تفاصيل كتير أوي، فاهتميت بصراحة إن أنا أتعلّم أكتر عن التسويق، فدخلت على اليوتيوب وشوية مقالات وابتديت أقرأ وأشوف حاجات بتتكلّم عن التسويق، وبعد شوية أيام قُلت خلاص هو ده المجال اللي أنا حابب إن أنا أخُش فيه ويكون الcareer بتاعي. وخدت بعد الموضوع ده شوية كورسات عشان أتعلّم فيه أكتر، وابتديت أشتغل في المجال ده.